رجل في الخمسين من عمره كان جالس يقرأ الجريدة في بيته اللي يقع في ولاية فلوريدا الأمريكية، وزوجته كانت تعد العشاء وكل شيء في البيت كان يوحي كأنه يوم طبيعي، لحد ما الرجل الخمسيني سمع صوت خفيف يطرق الباب الخلفي. فقام الرجل من مكانه وتوجه للباب، ولما فتحها ما شاف أي شيء غريب في المكان وافتر على ورا، بس ما توقع أن هذه اللحظة راح تكون اللحظة الأخيرة في حياته. السلام عليكم، معكم حسين من قناة موتي بينري. قصتنا اليوم واحدة من أغرب القصص اللي راح تسمعونها، لأن أسباب القتل والجريمة أغرب من الخيال، خصوصا لما تعرفون من القاتل اللي مستحيل يخطر على بالكم. وفي صباح اليوم الثاني الجيران شموا رائحة غريبة من طرف منزل بيت الرجل الخمسيني اللي كان اسمه جيمس، ولما الجيران حسوا بشيء غريب وان انزعجوا من الرائحة اتصلوا على رجال الشرطة وبلغوهم ان منزل جيمس يطلع منه رائحة غريبة. وفي خلال هذا اليوم ما شفنا اي حركة من داخل منزل جيمس. لما وصلوا الشرطة للمكان حسوا بشعور غريب، حسوا ان الطاقة اللي تطلع من هذا البيت شعورها غريب ما ينوصف. واول ما فتحوا باب البيت استقبلتهم الرائحة النتنة والفوضى اللي كانت عارمة المكان، لكن هذه الفوضى ما كانت مثل أي فوضى ثانية شافوها في حياتهم، وكان في طقس سوداوي أو شيطاني تم ممارسته في المكان. ولما توغلوا في البيت أكثر لاحظوا أن في علامات دم منتشرة في أماكن محددة في البيت، وكان في رسومات باستخدام الدم، وهذه الرسومات كأنها توحي للأب اللي لقوا جثته مرمية في وسط الصالة، وراسه كان مهشم ومفلوق في شكل وحشي، وزوجته كانت مرمية في الحمام، وجمجمتها كانت محطمة في وسط بركة من الدماء، وعلى الطوف أو الجدار كان في رمز غريب وكأنه حرف من أحرف اللغة اليونانية، لكن الحرف نفسه فيه ميلان، وكأن الشخص اللي راسم هذا الحرف قاعد يحاول يقلد حركات أو يحاول يقلد رسومات شيطانية. لكن المفاجأة الأكبر أن ابنتهم ليزا اللي كانت تبلغ من العمر 16 سنة بس ما لقوها في المكان وكانت مفقودة. ولما سألوا الجيران عنها اكتشفوا أن ليزا صار لها يومين متغيبة عن البيت، والغريب ان ابوينها ما بلغوا الشرطة عن اختفاء ليزا. بس ليش الابو ما بلغ على اختفاء بنتهم؟ في الواقع هذه ما كانت المرة الاولى اللي تختفي فيها ليزا من البيت. فلما اختفت ليزا هذه المرة ظن الابوين انها راح ترجع مثل المرات السابقة، بس لان ما في مشتبهين في القضية واحتمال ان ليزا يكون لها يد في مقتل امها وابوها، كانوا المحققين مضطرين ان يبحثون عنها ويعثرون عليها. واول خيط راح يمسكون المحققين راح يكشف لهم جهاز الكمبيوتر الخاص في ليزا اللي لقوا فيه رسالة كاتبتها ليزا وحافظتها كمسودة: أنا بخير، وجدت العشيرة، هم من كنت أبحث عنهم، لا تحاولوا إرجاعي، أنا الآن واحدة منهم. من بعد اكتشاف المحققين لهذه الرسالة التحقيقات ما وقفت في مسرح الجريمة، والمحققين بدأوا يتوغلون أكثر في حياة ليزا الرقمية، وكل شيء كانوا يبحثون فيه المحققين من سجل المتصفح والرسائل وحتى دفتر ذكرياتها الشخصي اللي لقاه تحت سريرها مرمي كان يوحي أنها تبحث عن شيء مفقود في حياتها أو أنها قاعدة تبحث عن شخص. لكن المحققين لحد الآن مو فاهمين شنو طبيعة الشيء اللي قاعد تبحث عنه ليزا. وفي دفترها كتبت عبارات متناثرة باللون الأحمر: أنا لا أنتمي لهذا المكان، هم لا يفهموني، في الليل أسمع النداء والدم هو الممر. وفي واحد من المنتديات اللي زارتها ليزا بشكل متكرر كان في شخص يطلق عليه المنير الأخير. المنير الأخير اللي يحب يعرف عن نفسه بأن الشخص الخالد اللي صار له عايش 500 سنة، ويقول أنه عنده القدرة على إخراج الآخرين من قيد الجسد، وبعد ما يحررهم من الجسد يدعيهم عشان ينضمون حق عشيرته الحقيقية. المنتدى كان مشحون بالمراهقين اللي كانوا أغلب كلامهم يتكلم عن السحر والشعوذة والخلود، والشيء المشترك فيهم أن كلهم كانوا يصفون المنير الأخير بالقائد، ومن بينهم ليزا اللي كانت أكثر واحدة متفائلة في المنتدى. كانت تكتب له رسائل مثل: أريد أن أنتمي، لا أريد أن أكون بشرا عاديا، أكره هذا العالم، لا أحد يسمعني. وفي مرة سألته: هل الدم مؤلم؟ والمنير الأخير رد عليها: الألم بداية الوعي، والدم بداية الطريق، كل شيء سيزول، حين تصبحين منا الجسد ليس سوى سجن والعائلة قيد، وإذا أردت أن تولدي من جديد عليك أن تودعيهم. ردت عليه ليزا برسالة صوتية وهي كانت تهمس في الرسالة: أنا مستعدة، الليلة كل شيء سيتغير. وفي رسالة ثانية رد عليها صوت ذكوري وكان عميق وبارد: العشيرة تنتظرك، خذيهم ونحن نأخذك.
في هذه اللحظة تحديدا ادركوا المحققين ان اللي صار ما كان مثل اي جريمة مرت عليهم في السابق، ولكن هذه الجريمة كان طقس دموي مخطط له من قبل، وان ابنتهم ليزا ما انخطفت او هربت، ولكنها اختارت ان تتركهم وتقدمهم كقربان حق العشيرة. من خلال تتبع المحققين حق تسجيل شبكة الواي فاي آخر اتصال لجهاز الكمبيوتر كان في محطة بنزين على الطريق السريع بين ولاية فلوريدا ولويزيانا. ظهرت محادثة أخيرة بين ليزا وشخص مجهول كان اسم حسابه Field of Night 666، وكان مكتوب في الرسالة: نحن على الطريق، الآن سلكنا الممر الجنوبي، هم معي، الهروب نجح. ومن خلال كاميرات المراقبة ظهرت لقطة حق سيارة فورد قديمة كان لونها رمادي يسوقها شاب نحيف ومعاه بنت لابسة قميص أسود عليها رسمة غريبة، والرسمة كانت تشابه الرسمة اللي مرسومة على جدار الحمام. توقفت السيارة ونزل منها 4 مراهقين، وكان باين عليهم التعب والإرهاق وكأنهم ما ناموا من عدة أيام. ولما ملامحهم بدأت توضح على كاميرات المراقبة اكتشفوا أن البنت اللي كانت معاهم كانت نفسها ليزا. المراهقين ال4 دشوا حق البقالة اللي في محطة البنزين عشان يدفعون ثمن البنزين اللي عبوه، ودفعوا مبلغ البنزين باستخدامهم حق بطاقة ائتمانية. المحققين قدروا يتبعون هذه البطاقة ويحددون هوية الشخص اللي كان يملكها، اللي بالأصل كانت بطاقة ائتمانية مسروقة. في أثناء مراجعتهم للعمليات اللي صارت على البطاقة الائتمانية ظهر استخدام جديد حق البطاقة في بلدة صغيرة ومعزولة يسكنها حول 300 شخص فقط. فعلى طول اتجهوا سيارات الشرطة المدنية إلى هذه البلدة وبدأوا يبحثون عن سيارة الفورد الرمادية، وفي خلال أقل من ساعة قدروا يحددون موقعها بحكم أن البلدة كانت صغيرة الحجم. في الساعة 2 صباحا رجال الأمن دهموا السيارة وألقوا القبض على ال4 مراهقين. الشاب اللي كان جالس مكان السائق ما أبدى عليه أي علامات خوف، فتح الباب بنفسه ونظر في عين المحقق وقال له: وصلتم متأخرين، الطقس لقد تم، الدم اختارنا. وفي داخل غرفة التحقيق المحقق كان يسأل الشاب الرئيسي أو المتهم الرئيسي اللي ما كانوا عارفين عنه أي شيء غير اسمه في الموقع، المنير الأخير. لما المحقق سأله ما كان متوقع من المراهق انه يجاوبه ويتكلم معاه او انه يعترف بأي شيء، لكن اصدم المراهق وتكلم بهدوء وقال ان كل شيء ابتدى قبل اسبوع من وقت الجريمة. كانت ليزا جاهزة وهي من طلبت البداية، وهي من اختارت الموعد عشان تقطع آخر خيط بين حياتها القديمة وحياتها الجديدة. كان والدها هو الخيط. وفي تلك الليلة بعد ما فتح لنا والد ليزا الباب دخلوا 2 من المراهقين للبيت بهدوء، وكانوا ماسكين في يدهم عصا حديدية وهجموا على الأب اللي ما كان متوقع أي ردة فعل عنيفة من طرف هاي المراهقين، وفاجئوه بضربة على راسه وظلوا يهشمون في جمجمته. الأم حست بصوت ضرب وصوت أنين، فعلى طول ركضت لموقع الباب وتفاجأت لما شافت زوجها مرمي على الأرض، وما مداها انها تستوعب شنو صاير في المكان. المحققين سألوا ليزا: هل ندمتي على انك كنتي طرف في الجريمة وانك سهلتي العملية على القاتلين اللي قتلوا امك وابوك؟ ليزا سكتت في البداية لمدة دقائق، عقب همست بصوت خافت: كان يجب ان يقتلوا، كانوا يمنعونني من التحليق. هو المنير قال لي لن تصبحي خالدة الا اذا ودعتهم بالدم. وهذا كله يبين لك حجم السيطرة وغسل الدماء اللي سواه المنير الاخير على مجموعة المراهقين اللي تم توجيه تهمة القتل بالعمد حق زعيمهم المنير الأخير، بالإضافة إلى تهمة التلاعب بالمراهقين واستغلالهم اللي في الأصل هو بنفسه كان مراهق. وفي المحكمة ما ظهرت عليه أي علامات من الندم، بالعكس كان مبتسم طول الجلسة ويحمس بكلمات غير مفهومة. وفي اللحظة اللي نطق بالحكم رفع راسه وقال: العشيرة لن تموت، ستعودون إلي جميعكم. وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد رغم أن عمره كان 16 سنة بس، ويعد المنير الأخير أصغر شخص تم الحكم عليه بالسجن المؤبد في وسط ولايته. وباقي أفراد العشيرة حكموا عليهم بأحكام متفاوتة بين 10 إلى 27 سنة، وانحكم على ليزا لمدة 22 سنة في السجن باعتبارها الشريك المباشر في الجريمة. وبشي وصلنا لنهاية قصتنا اللي أتمنى في حال عجبتكم تضغطون على زر اللايك وتشتركون في القناة. مع السلامة.